شهدناه دكتور محمد والدكتور عبد الله وسيدنا نيافة الأنبا وفضيلة الدكتور مظهر وطبعا أستاذنا الدكتور محمد. هذا التزامن هذا العام وهو صيام شهر رمضان الكريم مع الصوم الكبير للمصريين بيعكس بس محبتنا ونقول لبعض كده هل هو بيمثل مناسبة سعيدة؟ هل هو مناسبة سعيدة بتدخل علينا البهجة والفرحة والسرور أم هي هوية وطن؟ هوية وطن يمكن بيجمعنا تحت مظلته والحقيقة نقول بيخلينا نفرح زي بعض، بيخلينا نحلم زي بعض. يعني صحيح عندنا بس عندنا إيجابيات كثيرة جدا نعظم منها ونستثمرها ونستزيد منها، وعندنا أكيد بعض السلبيات زي أي مجتمع من المجتمعات. هذه السلبيات نبحثها ندرسها نشوف أسبابها، علماء الدين يدرسوها يبحثوها، المراكز البحثية وما أكثرها. هذا التزامن هذا العام مع المصريين في محبة دائمة، يعني ما يظهر كلنا أشياء بسيطة جدا وتختفي سريعا. نبدأ بقى كيف نستثمر هذه المحبة وهذا الشهر الكريم، نقول فيه مش في استعادة، لا في إحياء، في رفع الغطاء عن المحبة والتسامح والرحمة والمودة بين المصريين جميعا. هنبدأ بمين؟ نبدأ بأستاذنا والهدية الجميلة اللي هي معاها مولانا الأستاذ الدكتور محمد وزير الأمين، وهو أستاذنا الدكتور عبد الله النجار. طبعا أستاذنا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة مش قادر أتكلم من السعادة اللي فيها بحضور هذا الملتقى الثقافي الذي يفيض بالمحبة في هذا المكان وفي هذا الشهر المبارك الذي أعتقد أن الله عز وجل لم يحرم أي أمة من الأمم من نفحات شهر رمضان. والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا المسيح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا. وتكلم أيضا عن الصيام وأنه فريضة في الأمم السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فنحن نجتمع على فريضة اسمها الصيام بغض النظر عن تفصيلاتها في الأديان المختلفة والنعم أو الأشياء التي يمتنع الإنسان عن تناولها. ففي صوم عن الكلام، وفي صوم عن النقائص، وفي صوم عن الطعام والشراب، وفي صوم عن الشهوات، إلا أن القاسم المشترك بين الأمم جميعا وبين الديانات السماوية كلها وهذه الفريضة التي تجمع الناس على المحبة وعلى المودة وعلى الرحمة. كذلك أيضا أحب أن أذكر نفسي وأذكر أحبتي الحاضرين إلى أن الحب ده صناعة إلهية لا يصنعه البشر، وإنما يصنعه الله عز وجل في قلوب العباد بغض النظر عن اتجاهاتهم، بغض النظر عن أفكارهم، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن أوطانهم. الحب ده صناعة إلهية، والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى منسوبا إلى الله عز وجل ومحكيا عن الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله عز وجل في عن الحب وعن أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الألفة والمحبة، وذلك فيما ذكره القرآن الكريم: وألف بين قلوبهم. وألف أي أن الله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني الحب لا يشترى بالمال ولا يشترى بأي نعمة من النعم، لأنه في ذاته نعمة كبرى، والله عز وجل هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يؤلف بين الناس ويجعل المودة والرحمة
هي القاسم المشترك، وهي الطريق الوحيد الذي يربط الناس ببعضهم، يربط الزوج بالزوجة، ويربط الأخ بأخيه، ويربط الأب بأبنائه، ويربط أبناء الوطن الواحد ببعضهم. وأود أن أنبه إلى أن لحمة الوطن دي لحمة يعني مقدسة. فأبناء الوطن الواحد، الأرض دي عرض، الأرض التي نعيش عليها والمحدودة بحدود معينة، هذه رحم يجمعنا جميعا. احنا ولدنا على من هذا الرحم، ونعيش في أحضان هذا الرحم. ولذلك المحبة اللي بتجمعنا محبة ليست محبة كما يدعي البعض انها محبة صناعية او محبة تقال من اجل المغالب السياسية او غير ذلك، لا، هي محبة صادقة، محبة من القلب. وانا اقول هذا الكلام والله صادق من كل قلبي. احب اشقائنا المسيحيين حبا لا يدانيه حب. ولعلي انا تربيت في بيئة اجتماعية لم تكن تفرق بين مسلم ومسيحي، وربما كان بيننا قرابات، وهذه القرابات لم أكن أشعر فيها بأن مسألة الدين أو مسألة اختلاف العقيدة يمكن أن تسبب تفرقة بين أحد من أفراد الأسرة أو من أفراد الوطن. هذه العقيدة عقيدة صادقة، ليست مجاملة، وليست لأغراض سياسية، وليست لأي هدف من الأهداف. نحن نحب بعضنا، وعلاقة الأشقاء المسيحيين بأشقائهم المسلمين علاقة قديمة، وهي ليست علاقة صناعية، وإنما هي علاقة طبيعية. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، وهو الذي أوجد الأسباب التي تقرب بين المسلم، مش عايز أقول المسلم والمسيحي، بين المسلمين كإخوة وكأشقاء وكأبناء رحم واحد، هو رحم هذه الأرض المباركة، الأرض الطيبة، أرض مصر التي لا تنبت إلا الخير. مصر دي شيء غالي جدا جدا، وطن حبيب يجمعنا كلنا، وهو لدينا وفي قلوبنا أغلى من أي شيء، لأن هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب لسترنا، سبب لجمعنا، سبب لتمتعنا بحقوقنا، سبب لأن نقول للناس إحنا المصريين وهذه هي مصر. لولا ذلك ما استطعنا أن نقول هذا للعالم ونقول إننا أبناء مصر، ونفخر بأننا أبناء مصر التي نعيش عليها وننعم بخيراتها ونحميها بأرواحنا ودمائنا. المواقف بتبين هذا المعنى. في المواقف السياسية حين تعرضت مصر لخطر يعتبر من أعظم الأخطار التي كانت تهدد المسلمين قبل أن تهدد أشقائنا المسيحيين، حين تعرضت مصر لهذا الخطر الكبير، إذ بالمصريين جميعا يقفون يدا واحدة، لم تكن تفرق فيها بين مسلم ومسيحي أو بين أتباع دين معين تستطيع أن تميز به، وإنما وقف الجميع من أجل مصر. واستطاع المصريون في هذا الوقت العصيب الذي كادت مصر أن تختطف فيه بأفكار بالية وأفكار كاذبة تريد أن تفرق بين المصريين بتعليلات عليلة وأقوال سخيفة كاختلاف الديانة أو اختلاف الأماكن أو اختلاف المحافظات أو اختلاف البقاع، لم ينجحوا في هذا الأمر، وإنما استطاع المصريون جميعا بحبهم لهذا البلد وبالعصوبة وبالقرابة التي تربطهم بسبب هذا البلد وبعيشهم المشترك فيه، استطاعوا أن ينقذوا هذا البلد، وأن تكون مصر الآن من أعظم البلاد التي تعيش وسط العالم وليس وسط المنطقة التي نعيش فيها. وستنتصر مصر بفضل هذا الحب الذي يجمع المصريين، هو الذي سينصر مصر، وهو الذي سيدفعنا إلى عنان السماء. نحن نحب مصر ونتمسك بها ونحافظ على كل ذرة من ترابها، ولن نفرط أبدا في مصر. مصر دي في عيوننا وفي قلبنا، وتحيا مصر ويحيا المصريون جميعا بعزة وبكرامة لا يفرق بينهم أحد ولا يفصل بينهم فاصل. وستظل مصر إن شاء الله كبيرة على أي محنة، وستجتاز أي محنة وتصل إلى هدفها. مصر عظيمة في ذاتها، مصر لا يؤثر فيها أن يقال إن فيها
غلاء أو إن فيها تهديدات من الشرق أو من الغرب، مصر منتصرة، مصر ستنتصر وهي منتصرة بإذن الله عز وجل بفضل الله، ثم بفضل هذه المحبة الصادقة التي تربط بيننا جميعا. أنا أحب أشقائنا المسيحيين وأردد ذلك وأختم به، وأدعو الله عز وجل أن يمتعنا جميعا كمصريين بالعزة وبالكرامة وبالنصر وبالنعمة وبالمحبة وبالمودة التي لا يخترقها أحد ولا يفرق بينها وبين أبناء هذا البلد إنسان. والله تبارك وتعالى مستجيب لهذا الدعاء إن شاء الله، لأنه دعاء خير وبركة، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويجمعنا على الخير دائما. كل عام وأنتم بخير.